السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. أنا أحمد أبو زينة، والنهاردة هنكمل كلامنا في مشروع الأكياس البلاستيك. النهاردة هنتكلم في المشروع كتجارة بشيء من التفصيل شوية عن الفيديوهات اللي فاتت. يا ريت لو حضرتك ما سمعتش الفيديوهات اللي فاتت ترجع تسمعها عشان تعرف إحنا وصلنا لفين بالظبط، وتبقى متابع معانا أول بأول. خليكم معانا. أهلا بكم مرة تانية. اتسألنا كتير جدا أنا عشان أبدأ تجارة المفروض أبدأ برأس مال كام؟ الموضوع ده يا جماعة مش متحدد، محدش يقدر يقول لك ابدأ بكذا أو ابدأ ب 100، ابدأ ب 200، ابدأ ب 300. الموضوع ده في إيدك أنت بس. النهاردة التجارة غير التصنيع. إزاي؟ التصنيع أنا مطلوب مني مكان معين لازم يجي عشان أبدأ تصنيع. فالتصنيع أنا أقدر أقول لك أنت ممكن تبدأ برأس مال كذا. التجارة لأ، التجارة الموضوع في إيدك. كل ما هتدي رأس مال زيادة هتكسب أكتر. النهاردة لما تبدأ ب50 كيلو أنت بدأت تجارة، تبدأ ب100 كيلو أنت بدأت تجارة. فالموضوع في إيدك أنت. أنا ما أقدرش أحدد لك أنت عاوز تبدأ بكام بالظبط في التجارة. كده الكلام هياخدنا لنقطة تانية خالص هنتكلم فيها. أنا دلوقتي معايا رأس مال قليل، هل هلاقي مصانع هتشغلني آجل ولا كله هيبقى كاش؟ لا، في البداية مش هتلاقي حد يشغلك آجل لأن مفيش حد يعرفك. حضرتك رحت لمصنع معين اشتغلت معاه مرة واثنين وثلاثة وعشرة كاش، وهو شايفك ويعرفك وعارف إن شغلك كويس ومعاملتك كويسة. بعد كده ممكن الموضوع يتفتح معاه في الآجل، مش هيقول لك لأ، هيشغلك آجل. نفس الكلام هيتنفذ مع مصنع واثنين وثلاثة وأربعة. لما يلاقي معاملتك كويسة وأنت موجود معاه باستمرار وبتشيل منه شغل كويس هيشغلك آجل. إنما في البداية لأ. لو اتكلمنا في نقطة أنا أشتغل بيور ولا أشتغل مخلوط ولا أشتغل درجة تانية ولا أشتغل درجة أولى بس ولا أشتغل إيه بالظبط؟ حضرتك لو سيولتك كويسة في البداية ممكن تشتغل في كل حاجة، يبقى معاك الأصناف كلها، بحيث إنك لو نزلت عند عميل وعاوز منك درجة أولى يلاقي، عاوز منك درجة تانية يلاقي. لو اتكلمنا ان انا سيولتي على قدها مش كتير، السيوله معايا مثلا بسيطه، اشغل في ايه؟ لا، الافضل هنا تشغل درجه اولى بيور او مخلوط، لان دول مكسبهم الى حد ما كويس اكتر من الدرجه الثانيه. الدرجه الثانيه المكسب فيها محدود شويه. دلوقتي هنتكلم في المنافسه اللي موجوده في السوق. انا منتجي بيتباع في السوق بناء على ايه؟ انا منتجي بيتباع في السوق بناء على 3 حاجات رئيسيه: جودتي، سعري، حب العميل ليا. الجودة المفروض إن أنا أنزل بجودة كويسة جدا وأعلى حاجة في السوق مثلا. لو في جودة أحسن منك العميل بيجري عليها. عندك مشاكل في الجودة العميل بيبعد عنك. بالنسبة للسعر، العميل عاوز منك أقل سعر، عاوز منك جودة عالية بسعر قليل. هتعملها إزاي؟ دي محدش عارفها لحد النهاردة. محدش يعرف يوصل للكلام ده لحد النهاردة. جودة عالية بسعر قليل ده مش موجود أصلا في السوق، بس هو العميل عاوز ده. فانت لازم توفر له الكلام ده باي طريقه. تمام كده. بالنسبه لحاجه ثالثه اللي هي بقى هتضيع لك الحاجتين اللي في الاول، اللي هي الجوده والسعر. يكون بينك وبين العميل في ود وتعارف ويكونوا حبايب، يكونوا انتوا صحاب. فالعميل بياخد منك الشغل عشانك انت، مش عشان الشغل كويس او وحش. فلما العميل يلاقيك مره واثنين وثلاثه ان انت خايف عليه وبتدي له جوده كويسه معقوله بسعر كويس معقول، يعرف يبيع ويكسب من وراك، العميل هيبقى خلاص بينك وبينه في معزة، وشايف إن أنت خايف عليه، أنت بتصدروش في حاجة مش كويسة. فمعنى كده إن ممكن العميل يجي في الفترة دي إنه يتنازل شوية عن موضوع الجودة، يتنازل عن موضوع السعر، يمشيها عشان خاطرك أنت. هنيجي دلوقتي للحاجة الرئيسية اللي الناس كلها عاوز تعرفها: أحط هامش ربح قد إيه؟ الموضوع ده مطاط شويتين. إزاي؟ أنا كتاجر رحت مصنع معين، النهارده مثلا الشغل ماشي في السوق 75 جنيه مثلا، فبروح عند المصنع ده عرفت اوقع منه شغل ب70 جنيه بس، شغل كويس، شغل خامة كويسة، وعرفت انزله منه في السعر ب70 جنيه مثلا. فانا دلوقتي هامش ربحي بقى في الكيلو 5 جنيه. حلو كده. طيب خليني رحت مصنع تاني اجيب منه شغل
ما عرفتش اجيب منه غير ب 73، فانا بقى هامش ربحي 2 جنيه اللي هو بسعر السوق 75. طيب خليني رحت مصنع تالت، لقيت عنده شغل مثلا قديم والسعر مثلا رفع عليه، فعرفت اخد منه بسعر قديم اللي هو مثلا ب 65 جنيه. فانا كده هامش ربحي في الحبه دول بقى 10 جنيه في الكيلو. فهي بتتحسب كده، انما مش موضوع ان انا هامش ربح يبقى ثابت. مفيش في التجاره هامش ربح ثابت. وللعلم برضو حضرتك هتيجي في الاخر هتنزل السوق، هيطلب منك شغل عند عملاء معينين، هتنزله آجل. حضرتك هتنزل شغل آجل عند عملاء حسب اتفاقك معاهم، على أسبوع، على 10 أيام، على أسبوعين، حسب الاتفاق. بس كده كده الشغل بيبقى فيه أجر كتير جدا. تلخيص سريع لكل اللي قلناه: حضرتك تبدأ بمبلغ قليل، رأس مال قليل. حضرتك متاح ليك إنك تاخد آجل من المصنع. حضرتك مش مسؤول عن هالك ولا مسؤول عن جودة مش كويسة. أي مشكلة في الشغل بترجع للمصنع، حضرتك مش شايل همها خالص. كمان هامش ربحك ممكن يوصل لمبلغ كويس جدا في الكيلو. ففي كل الحالات التجارة تقريبا 90% مكسب بس، 10% هو اللي ممكن تكون خسارة. اللي هي ممكن تيجي ازاي؟ حضرتك لو خدت شغل من المصنع والسعر نزل عليه، ساعتها المصنع يقول لك انا ماليش دعوة، انا ما اقدرش اخد منك الشغل ده. فدي الحالة الوحيدة اللي تقريبا ممكن تخسر فيها. غير كده كل شغلك في التجارة مكسب بس. وهنا احنا وصلنا لآخر الفيديو بتاعنا، وعشان ما اطولش عليكم أكتر من كده، يا ريت تتابعونا وتشوفوا الفيديوهات اللي فاتت وتشوفوا الفيديوهات اللي جاية إن شاء الله. لو حضرتك بتتابعنا على الفيسبوك يا ريت تتابعنا على الصفحة الرسمية. لو حضرتك بتشوفنا دلوقتي على اليوتيوب يا ريت تعمل اشتراك في القناة وتسيب لنا تعليق على ذوقك. سلام.